غادي نسول شات جي بي تي على الماتش الجاي ديال المغرب والكاميرون. راه عندي هنايا في البيسي غادي نسول. ويا خويا شات جي بي تي، صافا بخير؟ كي راك داير؟ كلشي مزيان؟ طبعا بكل فرح غنهضر معاك بالدارجة المغربية ونخلي الدردشة ديالنا تكون خفيفة وظريفة. فقول لي اش غادي نهضروا ليه دابا؟ بغيت نعرف التوقع ديالك في مباراة المغرب مع الكاميرون. النتيجة ديال المباراة في نظرك اللي غادي تكون؟ في نظري يمكن نتوقع شي حاجة بحال 2-1 لصالح المغرب، حيث غالبا غيكونوا باغيين يحققوا كل فوز قدام جماهيرهم، ولكن فيت انا كنوعدك الا غلب المغرب ب2-0 غادي ندير اشتراك سنوي. كلشي مزيان، ما كاين نهار الخير. اذا ونشوفوا نتيجة على ارض الواقع. واش اوكي، عندك شي حاجة؟ عندي واحد السؤال اخر. في نظرك مرابط يلعب ولا ما يلعبش؟ مع العلم ان مرابط المستوى ديالو ماشي بحال المقابلات اللي قبل. صراحة هذا القرار كيرجع للمدرب يشوف الحالة ديال المرابط واش في الفورمة ولا محتاج شوية راحة. اخر سؤال، اعطيني شي اغنيه غادي تغنيها الا غلب المنتخب المغربي. معايا هقول لك كلمات بسيطة. يلا يا بطل خلينا نغنوا، نشجع الفريق ونخليه يفوز. النصر جاي والجمهور حي والمغرب قدامه كلنا فرحانين. حاجة بسيطة ولكن فيها الروح ديالنا وأتمنى تكون عجبتك. اوكي، ولكن خاصنا شي اغنيه فيها القافيه. نفكر مع بعضك حاجة فيها شوية قافية، يعني مثلا نقول حاجة زي كيا يا أساويد بينوا المجهود، النصر قريب والفرحة تعود. حاجة بسيطة وفيها قافية خفيفة ونشوف. راكم سمعتوا الاصدقاء 2-0. خليونا التوقعات ديالكم في المقابله الجايه ديال المغرب والكاميرون في ليبيا.